السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده فانوس ايكيا. هنشوف هو بيتعمل ازاي. اول حاجه احنا عشان نعمل الشكل ده هنعمله من الكرتون، وهنعمل منه 6 قطع. هنحتاج في الاول مربع مقاسه 14 في 14 سنتي، وهنحتاج لاي طبق مدور. هنحاول ان احنا نخلي الطبق عن الحدود اللي هي دي بتاعه المربع، وهنعمل دوران. بعد كده هنجيب المسطرة وهنخش من كل الاتجاهات 1.5 سنتي. هنوصل النقط اللي احنا عملناها دي ببعض. هيكون ده الشكل معانا. هنقص الجزء اللي في النص اللي هو الشباك ده، وهيبقى معانا الكرتون بالمنظر ده. هنعمل من دوت 6 قطع، هنعمل منه 6 قطع. طيب هنحتاج بقى ان احنا نعمل الشباك اللي هو زي ده. فده كان مقاسه 14 سنتي في 10 سنتي. هنعمل مستطيل 14 سنتي في 10 سنتي، وبرضو هنخش من كل الاتجاهات بتاعته 1.5 سنتي. طبعا الخطوط مش مظبوطة، بس انا بعمله لكم كروكي لان انا خلاص قصيتهم. هنخش من كل اتجاه 1.5 سنتي عشان يدينا الشكل ده، وهنفرغ المربع اللي في النص. ونسيت اقول لكم ان احنا هنحتاج من الشكل دوت 4 قطع. هنحتاج كمان ان احنا نعمل العصيان دي. فدي معمولة من التيب اللي هو بتاع البوية، ده موجود عند بتوع الحدايد والبويات. تمام، هو بيبقى زي الورق كده. وهنحتاج لسلك رباط، وده موجود برضو عند بتاع الحدايد والبويات، وهو عبارة عن سلك معدني سهل ان احنا نتنيه ونشكله بكل سهولة. طب هنغلفه بالمنظر ده ازاي؟ هناخد التيب بتاعنا وهنجيب سلك الرباط، وهنحطه بالمنظر ده، وهنقطع التيب بتاعنا. بعد كده هنبتدي ان احنا نتني الورق اللي في الجنب، وهنرجع نتنيه كمان تانية. بعد كده هنيجي في الناحية اللي قصاده وهنحط كمان سلك رباط، وهنغلفه بنفس الطريقة، وهنفضل ان احنا نقربهم لبعض لحد ما هيدينا الشكل ده كده. فضلنا ان احنا نقربهم لبعض. بعد كده هنقوم قصينه. نقدر ان احنا نقصه بالمقص او بايدينا عادي كده، لانه زي ما قلت لكم هو يعني شبيه بالورق شويه. بعد كده هنبتدي ان احنا نلف الحتت الزياده، وبقى ده الشكل معانا. هنبتدي بقى ان احنا نشتغل. بس اول حاجه قبل ما هنشتغل احنا هناخد جزء من الباب اللي قدام والشباك اللي هيكون في الجنب، هنحطهم قصاد بعض كده، ونحط نقطتين قريبين من بعض، يكونوا الاتنين قريبين جدا او في نفس الخط مع بعض. وهناخد سلك رباط هنتنيه نصين، وهنوسع الفتحة دي شوية بسن القلم، وهنعدي سلك الرباط منها كده، بقيت ورا زي ما هو اهو. وهناخد ده هنتنيه ونعديه كده،
هيكون ده شكله. هنيجي بس من ورا من هنا عشان نحاول ان احنا نخليه واقف ثابت، وهنحط سيليكون هنا وهنا ونعدله. هنا انا معايا خرزة، هناخد كمان سلك رباط وهنعديه منها وهنلفه كده لفتين، وهنوسع برضو الفتحتين، وهنعدي سلك الرباط بتاعنا دي كده خلاص نشفت معانا. هناخد قطع كمان منها وهنحطهم على بعض، وهناخد التيب بتاعنا. التيب ده يا جماعة تمنه 6 جنيه ونص. هنضم ناحيتين على بعض بالشكل ده، ونتنيها الناحية التانية. كده احنا غطينا كل الجوانب. هنحتاج ان احنا نغطي اللي جوه كمان، بس عايزين نديله سمك شوية. وده كده شكلهم بعد ما غلفناهم كلهم. القطع اللي هي فيها الخرزة اللي هتكون الباب الامامي احنا خليناهم 3 كراتين، يعني 3 طبقات من الكرتون، وغلفناهم بنفس الطريقة. اما القطع اللي هتكون في الظهر فدي عملناها من قطعتين كرتون، وغلفنا قطعة واحدة بس من الشباك اللي احنا عاملينه ده، هي قطعة كرتون واحدة بس، وغلفناها برضو بالتيب اللي معانا. هنبتدي بقى ان احنا نعمل الشغل الداخلي. القطعة الواحدة دي احنا مش هنشتغل فيها، اللي هي قطعة كرتون واحدة دي هنحطها على جنب مش هنشتغل فيها. اما دول هما اللي احنا هنشتغل فيهم. هناخد العصيان بتاعتنا اللي احنا عملناها من سلك الرباط وغلفناها بالتيب بتاع الدهان. هنبتدي ان احنا نتنيها باشكال عشوائية. بيكون ده شكلها. لو مثلا هنحطها هنا، فانا هنا عايزة اضمهم على بعض، انا هستعمل التيب برضو. هنضمهم على بعض وهناخد قطعة من التيب ولو احنا عايزين ان احنا نحط دي هنا برضو هنستعمل التيب. بس انا بصراحة عاملة شكل تاني للمكان ده، عامله له التصميم ده. هناخد شريحة من التيب وهنحط الشكل بتاعنا في المكان اللي احنا عايزينه، وهنبتدي ان احنا نثبته بالتيب برضو. هيكون ده شكله. هنعمل كده في الناحية اللي قصاده. هنحاول نقرب الاتنين دول ببعض، بس هنرفع دي لفوق ودي لفوق عشان نعرف نشبكهم مع بعض. كده احنا جمعناهم ببعض. هنرجعهم تاني لمكانهم وهنثبت من هنا.
احنا كده خلاص جهزنا الاربع اشكال اللي معانا، وسيبنا ده زي ما قلنا مش هنعمل فيه حاجة. هنحتاج لقاعدة هيكون مقاسها 13 سنتي في 10 سنتي. احنا هنا حطينا 5 كراتين فوق بعض لان الكرتون ده يعني مش ماسك نفسه، فعايزين القاعدة تكون جامدة شوية وتكون كمان عالية. فهنبتدي بقى ان احنا نجمع الاشكال بتاعتنا. اول حاجة هناخد الجزء ده هنركبه هنا، هنحط سيليكون هناخد الجنب اللي احنا مش عاملين فيه الاوكرة دي، هناخد الجنب اللي هو كان فيه قطعتين بس من الورق، ونتأكد ان احنا مثبتينه ورا عشان هنا في التكملة بتاعة الرزة للباب ده هيتركب ورا. وهنجيب البوابة اللي احنا ما عملناش فيها اي حاجة، سيبناها زي ما هي، وهنثبتها هنا. هنجيب اي قطعة كرتون زي دي تكون ماسكة نفسها شوية بس طرية في نفس الوقت، وهنتنيها نصين. وهنركبها في الباب من هنا، وهنحط عليها سيليكون من الناحية التانية، وهنركبها هنا. هنيجي عند الجزء ده وعشان نعمل زي ترباس كده هناخد قطعة من سلك الرباط اللي احنا لفين عليه الشكرتون، وهنبتدي ان احنا نتنيها بالمنظر ده كده. هيكون ده شكلها ان احنا نشيل دي، نفتح الباب عادي. هنحتاج ان احنا نعمل الجزء اللي هنغطي بيه الشكل ده. هنستعمل دي كرتون، هناخد قطعة من الكرتون وهنشيل الورقة اللي موجودة الخارجية اللي عليها. ده شكلها بعد ما شلنا الطبقة اللي عليها دي. هناخد قطعتين، احنا لسه ما خدناش المقاس المظبوط، بس احنا الاول هناخد قطعتين وهنلزقهم في بعض من ناحية واحدة. بعد كده هنبتدي ان احنا ناخد المقاس هنبتدي ان احنا نثبت الجزء ده هنا كده الاول. هناخد القطعتين دول اللي احنا قصيناهم، عايزين تطولوا عنهم يعني يكون العرض بتاعهم من هنا ازيد مفيش مشكلة، عايزين نفس العرض برضو مفيش مشكلة، هنثبتهم في بعض. ومعايا هنا غطا علبة طحينة، انا بس سخنت يعني حاجة ليها بوز ابرة على النار، وعملت فتحتين قصاد بعض كده، يعني حاولت انهم يكونوا قصاد بعض من هنا ومن هنا، بس محتاجين ان احنا مثلا نعمل لها حاجة تكون قبة شوية من فوق. فاحنا هنجيب ورقة قديمة، اي ورقة مش عايزينها، ورقة جورنان، ورقة قديمة، اي حاجة. عملناها كورناها كده، هناخد التيب بتاعنا
وهيكون ده الشكل النهائي معانا. معايا هنا ده سلك منشر، ده برضو بيتباع عند بتاع الحداد والبويات. هيكون ده شكله لو دخلنا ناحية من هنا والناحية التانية من هنا، هتكون دي الايد. هنلزق دي بالسيليكون. ومعايا هنا في الاربع خرزات دول هلزقهم هنا عشان يكونوا القاعدة. هنبتدي ان احنا ندهن الفانوس. انا هنا استعملت دهان الحواضر البلاستيك، جبت لون ابيض وحطيت عليه نقطتين من اللون الاحمر اللي هو ده. هبتدي ادهن الفانوس. طبعا زي ما قلنا هنديله كذا وش، لان اللون مش هياخد معانا الوش الاولاني من اول مرة او اللون النهائي من اول مرة، فهنعمل كذا وش وناخد بالنا ان احنا ما نقفلش الباب ده عشان ما يلزقش هنا. هنا احنا خلاص دهناه كله واديناه طبقة ورنيش، هي قربت تنشف خلاص. ده هيكون شكله اما هنفتحه. نقدر نحط هنا شمعة او بوكيه ورد، اي حاجة احنا حابين نحطها، ونقفل تاني الباب عادي جدا. ده شكله من الجناب، بس زي ما قلت لكم هو لسه ما نشفش، الورنيش المائي ما نشفش. معلومه بقى مهمه، ان انتوا اما تيجوا تدهنوا ما تدهنوش على طول، يا ريت تدوا طبقه الاول من الغيره، غيره الخشب او الورنيش المائي، اي حاجه متوفره عندكم، لان التيب اللي احنا استعملناه اما جيت ادهن عليه بقى يفك من مكانه وعذبني شويه. دي معلومة حبيت اقولها لكم عشان محدش يقع في الغلط اللي انا وقعت فيه ويدهن على طول، لان التيب كان بيفك. لو انتم مش حابين تعملوا ده فانتم ممكن تجيبوا حاجة اسمها قماش جوبير. القماش دوت بيبقى فيه زي رسومات كده ويبقى شفاف، وان انتوا تحطوه ما بين الطبقتين. يعني احنا مثلا لو عاملين دي طبقتين، هو يتحط من جوه ويبقى مقفول عليه من ناحيتين بالكرتون. ده كده كان الشكل النهائي لفانوس ايكيا. اسفه ان انا طولت عليكم، واتمنى ان هو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.